الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصاكم بأهل الشام؟ ترى أهل الشام هون اللي مخربط، أهل الشام هون. إذا مفكريننا بلا قيمة أو بلا شيء أو إدلب أو شيء فأنتم غلطانين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم عليكم بأهل الشام فإنهم أهل نخوة. من هون في أرض الشام الكل عم يدافع عنكم. الآن كارثة حلت على الجميع. إذا ما وقفتوا جنبهم ترى نحن أقوياء، وأهالي الشام أقوياء بمهجرينها وبأهلها بأطفالها اللي تحت الأنقاض. ساعدوهم، بحاجة لمعدات، بحاجة لتدخل دولي لإنقاذ الضحايا والمدنيين. 1000 حالة وفاة حتى اللحظة ما بين نساء وأطفال فقط في إدلب وريف حلب من المناطق المحررة. أكثر من 2000 عالقين تحت الأنقاض وأصوات الأنين واصلة. اعملوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعليكم بأهل الشام فإنهم أهل نخوة. أهل الشام راح يظلوا أهل نخوة حتى لو خذلتوهم. أملنا فيكم كبير. للدول العربية جميعا اتدخلوا بكل طاقتكم لإنقاذ الأهالي وإنقاذ النساء وإنقاذ الأطفال العالقين تحت الأنقاض. شكرا لكل مدني، شكرا للدفاع المدني، شكرا للجهات الإسعاف، وشكرا لكل شخص عم يقوم بعمليات التكافل الاجتماعي حاليا بحجره بصخرة بأي شيء لحتى ينقذ طفل، ينقذ امرأة. الخبر اللي بدي أعطيكم إياه حاليا امرأة ولدت طفل تحت الأنقاض. الطفل عاش والامرأة ماتت. وحاليا قصص كثير وحكايا كثيرة إذا بضل بحكي من هلق لساعتين ما بتكفي. عليكم بأهل الشام، عليكم بإنقاذ أهالي الشام. قلنا إن ساعدتوهم فلكم الخير وإن ما ساعدتوهم فأجركم على الله.